بص يا صاحبي، اقفل باب اوضتك وتعالى اقعد قدامي كده. النهارده هنتكلم بجد من القلب من الاخر كده، يعني النهارده هنتحاسب سؤال واحد واسمعني كويس. هل انت راضي عن حياتك؟ راضي عن نفسك، عن مستواك، عن صلاتك، عن شكلك، عن ظروفك، عن جيبك؟ لو اجابتك راضي الحمد لله فتمام، الفيديو ده مش ليك. ما تنساش تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في الكومنتات يا صاحبي. بس لو حسيت ان جواك صوت بيقول لك لا يا عم مش راضي، انا تعبان وانا بضحك على نفسي، يبقى اسمعني كويس قوي يا صاحبي. انا مش جاي اقول لك عندي الحل السحري، مفيش زرار هتدوس عليها تتغير حياتك، بس في قرار تاخده من دلوقتي انك تبدأ فعلا. تعال نتفق من غير لف ودوران. اختفي 90 يوم، ايوه اختفي من السوشيال ميديا، من التشتت، من الناس اللي بتسحب طاقتك، من التبرير، من الدلع اللي ملوش لازمه. خلي ال 90 يوم دول قاعده بناء لشخص جديد، شخص هيبص لنفسه بعد 3 شهور ويقول انا فخور اني قدرت اغير حياتي. بص لنفسك في المرايه وقول لها كم صلاه فوتها، كم ذنب عملته، كم فرصه ضيعتها، كم مره قلت هبدا من بكره وبعدين البكره دي مش هتيجي اصلا. انت مش صغير ومفيش حاجه اسمها لسه بدري، العمر بيجري يا صاحبي والعالم مش بيستنى حد. تعال نبدا خطه ال 90 يوم. اولا يا صاحبي هنلعب على 4 محاور مهمين جدا. اولا علميا، ادرس كل يوم من 5 ل6 ساعات بتركيز جامد قوي، من غير موبايل، من غير مشتتات. صدقني هتلاقي اسمك في الاوائل حتى لو عمرك ما كنت متفوق. 2 روحيا، اقرا 5 صفحات قرآن كل يوم، على اخر 90 يوم هتكون ختمته الجمال ده. وقوم صلي حتى لو كنت بعيد، ارجع ما تخليش الشيطان يكسب. 3 ماديا، تعلم مهارة جديدة، برمجة، تسويق او فوتوشوب، كتابة، اي حاجة تحبها. كل يوم ساعتين خلال 3 شهور هتكون قادر تكسب اول فلوسك. 4 وهي صحية، نص ساعة رياضة الصبح كده يا صاحبي، حتى لو مش بس هتشوف فرق في طاقتك، ذاكرتك، شكلك ونومك، بس اكيد هتلاقي فرق كبير جدا وفرق شاسع في حياتك هيحصل. هتقولي طب وانا لو فشلت اعمل ايه؟ هقولك الفشل الحقيقي انك ما تحاولش اصلا. حتى لو وقعت قوم تاني، احنا بشر يا صاحبي، بس اللي بيفرقنا عن بعض ان في واحد بيواجه والتاني بيهرب من اي مواجهة تقابله. اعتبر الفيديو ده بداية تحدي ليك يا صاحبي. اول حاجة هتعملها هتكتب في ورقة انا هبدأ النهاردة وهخلص بعد 90 يوم، وده الجدول بتاعي وده الهدف اللي هحققه. وحاول كل يوم تحاسب نفسك. اخر اليوم اسأل نفسك هل كنت صادق مع خطتي؟ مش هطلب منك تبطل حلم، احلم براحتك بس اشتغل على حلمك. مفيش حاجة بتيجي بالسهل، بس كل حاجة بتيجي بالمثابرة. فخدها مني كده يا صاحبي، لو مش هتبدأ النهاردة هتفضل زي ما انت وهتتفرج على اللي بتغيره وانت في مكانك. وانا واثق انك هتكون شخص تاني، شخص اقوى. في امان الله يا بطل. استعد للرحلة وابدأ من دلوقتي. ما تنساش تدعمنا بلايك وشير وسبسكرايب علشان ده اللي بيشجعنا ان احنا نقدر نكمل. اهم من المونتاج، المعلومة اللي ممكن تغير حياتك للأفضل.